السلام عليكم حبايبنا متابعين مصر زمان. حكاية الترماي في مصر المحروسة. كان في زمن الخير والناس الطيبين، المصريين خافوا منه ووصفوه بالعفريت. بدأت قصة الترماي في مصر في 12 أغسطس سنة 1896، وده كان تاريخ تشغيل أول قطر الترماي في القاهرة، مش بس كده، في إفريقيا والشرق الأوسط. وكان تشغيله كأنه نقلة حضارية كبيرة للشعب المصري. في الفترة دي كانت وسائل النقل محدودة، زي الحمير اللي هي مهنة المكاري، والعربيات اللي بتجرها الخيول، السوارس. الناس في القاهرة كانوا بيعانوا من استبداد وبذاءة الحمارين والعربجية، لحد ما بقى لفظ عربجي معناه في العامية المصرية صاحب الأخلاق القبيحة. بعد كده بدأت الحكومة تفكر في مد خطوط للترماي في القاهرة، وبدأ في أواخر سنة 1892 لما تولى الخديوي عباس مسؤولية حكم مصر. وفي خلال أقل من سنة أعلنت الحكومة عن رغبتها في أن تقوم شركة بمد خطوط للترماي في العاصمة. وفي نوفمبر من السنة المقبلة وافقت الحكومة على منح امتياز إنشاء سكة ترماي يشتغل بالكهرباء لشركة بلجيكية، ونص الامتياز على أن يتم عمل 8 خطوط، مركزها من ميدان العتبة الخضراء إلى الجلعة وبولاق والنصرية والعباسية ومصر القديمة والروضة. ويبدأ الخط السابع من الشاطئ اللي قصاد النيل متجه إلى الجيزة، ويبدأ الخط الأخير من ميدان قصر النيل وصولا لقنطرة الليمون. وفي الساعة 10 صباحا في أغسطس سنة 1896 تم الاحتفال بتشغيل الترماي رسميا في القاهرة. كان استقباله احتفال مهيب وكبير جدا، وزينوا ميدان العتبة وعربيات الترماي. وكان حسين فخري باشا ناظر وزير الأشغال أول واحد ركب الترماي، ومعاه عدد كبير من كبار المسؤولين وأمراء العيلة المالكة. وفضل يمشي الترماي من بولاق لحد ما مر بالعتبة حتى وصل الجلعة من خلال شارع محمد علي. وطول المسافة دي كلها كانوا المصريين واقفين عشرات الألوف بيتفرجوا على الأعجوبة الجديدة واستقبلوه بالترحيب والتهليل. حتى الأطفال فضلوا يجروا ورا الترماي وهم بينادوا عليه ويقولوا العفريت. وبالرغم من ان سعر تذاكر الركوب بالترماي كانت كبيرة جدا، الدرجة الأولى كانت 6 مليم والتانية كانت 4 مليم، لكن الإقبال كان كبير في الشهور الأولى. طبعا حاجة جديدة والناس لازم تجربها. حتى إن الشركة البلجيكية قامت في سنة 1897 بردم الخليج المصري، ودي ترعة كانت بتمر بشارع بورسعيد، ومدت خط تاسع للترماي من ميدان السيدة زينب وحتى غمرة. وكمان في نفس السنة حصلت الشركة على امتياز لمد خط من الجيزة لحد الهرم، وكانت نقلة حضارية فريدة من نوعها تسببت في غنى بعض المصريين، عشان سعر الأراضي القريبة من خطوط الترماي ارتفعت، وساعدت في انتشار المباني والأحياء الشعبية. وخلال سنة 1902 اتمكنت الشركة من الحصول على امتياز بخط يمتد من ميدان باب الحديد حتى ساحل رود الفرج وشارع شبرا، وافتتح الخط في شهر مايو من السنة المقبلة. ولما اتعمل كوبري الملك الصالح وكوبري عباس على النيل تم افتتاح خط للترماي يمشي من ميدان العتبة وحتى الجيزة مباشرة، وكان في السابق يستمر حتى الروضة. بعد كده الركاب ياخدوا مركب عشان ينقلهم للضفة التانية من النيل، بعدين ينقلهم للترماي مرة تاني لميدان الجيزة. ولما عملوا كوبري أبو العلا تم تشغيل خط آخر سنة 1912 يوصل للجيزة عن طريق الزمالك. وفي السنة اللي بعد كده تم مد خط الجلعة إلى منطقة الإمام الشافعي. كمان تم مد خط أبو العلا إلى المبيضة، وبقى الترماي وسيلة المواصلات الأولى في القاهرة، رغم إن في الفترة دي كانت العربيات منتشرة. وانتهى زمن الترماي والناس الطيبين، وخلصت حكايتنا.